ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. طيب، هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنجيب طبق بلاستيك وهنجيب معلقه خشب، وهنعمل ايه؟ هنعمل المشروع اللي هيكسبنا ذهب ان شاء الله واحنا قاعدين في البيت. طيب، ايه المشروع ده؟ ده اللي هو الصابون السائل، او الصابون اللي هو المواعين، ده صابون مركز. تمام. الماركه دي حلوه جدا، اللي هي سوبر هاي كلين. حلوه جدا الماركه دي. تمام، لان انا جبت واحد قبل كده كان التقليد بتاعه ما كانش حلو خالص. سوبر هاي كلين. العبوه دي بتعمل 8 لتر، وفي منها 12 لتر. ده ال 8 لتر، تمام، عشان ما تهوش بس معايا في الكميه الاكبر. ده 8 لتر. ايه محتوى العبوه دي؟ العبوه دي اللي هو ده، اللي هو اللي البريل اللي خام. تمام، ده البريل الخام. ماشي، وده البودر بتاعه. في منه كمان اللي هو اللون الاصفر. انا جبت الاخضر ده. الاخضر في منه اللون الاصفر. تمام. طيب، هنفضي كده البودر في طبق بلاستيك، وهنفضي عليه البريل الخام. تمام. حبايبي، انا اعرف ان في ناس عامله الكلام ده مشروع وهي قاعده في البيت، عن معرفه شخصيه. تمام. بتبيع الكلام ده، يعني بتجيب عبوه زي كده او الاكبر، وبتبيعها لناس جيرانها وقرايبها في الشارع والكلام ده. تمام. تقريبا يعني بتعبي في ازايز، اللي هي ازايز البيبس او ازايز الميه المعدنيه، وبتبيع لهم. ومشروع مربح، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، ويوسع في ارزاقكم جميعا ان شاء الله. طيب، هنرجع للفيديو. على فكرة في ناس كمان بتبيعه لأي حد بتعرف، يعني حد جنبيها أو كده وحواليها بتاع منظفات، بتبيع له الكلام ده، يعني بتعمله في البيت وبتبيعه. هو على فكرة حلو جدا، وبينظف والله وبيرغي، يعني أنا مش أول مرة استخدمه. حلو جدا. تمام. طيب، هنرجع بقى للفيديو بتاعنا ده. فضيت أنا البودر، وفضيت البريل الخام. تمام، هنزل عليه كده بشفشق ورا التاني ميه. العبوه دي زي ما قلنا اول الفيديو بتعمل 8 لتر. تمام، انا مش برتبط بال 8 لتر، مش برتبط بالعدد المكتوب على العبوه. تمام. لاني هو كل ما بيقعد بيتقل، كل ما بيقعد معانا بيتقل، وطبعا مستحيل ان احنا نستخدم 8 لتر مثلا او العبوه كلها في غسله واحده، فاهميني؟ فاحنا هنعبي طبعا في اي حاجه، ايا كان ازايز اي حاجه عندك. فهنسيبه كل ما هيقعد بيتقل. تمام. طيب، انا بحط كده شفشق ورا التاني من الميه. حضرتك عايزه ترتبطي بالعبوه حطي 8 لتر. تمام. هو بيتكتب على العبوه اذا كانت دي 8 او 12. اوكي يا حبايبي. طيب، انا كده فضيت الميه المناسبه على اللي هو المحتوى الكيس كله. تمام. عارفين الجردل ده؟ اقسم بالله كنت بشتريه ب 28 جنيه. كنت بعبيه ب 28 جنيه، مش بشتريه شر، لا، بعبيه من عند الراجل ب 28 جنيه. شوفوا انا هعمل قد ايه بال 35 جنيه. شايفين يا حبايبي؟ وحلو جدا، وبينضف وبيرغي، وريحته حلوه جدا. وفوق ده كله ان هو بينضف، بس دي اهم حاجه ان احنا عايزينه، ان هو ينضف. جميل جدا. اهو يا حبايب قلبي، شايفين كل ده بمحتوى الكيس اللي احنا عملناه. تمام. طيب، انا الطبق اللي كان فيه البريل، هوريكم دلوقتي ان هو بيرغي ازاي. بالسبونشه كده، واحط فيه شويه ميه، وهنديله غسله كده، هنشوف ان هو بيرغي ازاي. حلو جدا وجميل جدا والله يا حبايبي. طبعا ما تنسوناش في اللايك لو طلعتوا باي حاجه صغيره ولو مستفيدينها من الفيديو. ما تنسوناش في اللايك طبعا والاشتراك في القناه. عايزين القناه كده تكبر، وعايزين عدد لايكات كبير عشان ناس كتير تشوف الفيديو وناس كتير تستفاد منه. احنا بنذكر بعض يا حبايب قلبي. اهو شايفين الرغوه بتاعته حلوه جدا، وهو ريحته حلوه جدا والله. جربوا كيس، هاتوا كيس وجربوه، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير.